السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم الإخوان، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. فالإخوان، هذه الحلقة غادي نتكلموا على الدوري السعودي. كيف ما كتلاحظوا الإخوان، الدوري أو هذا الدوري كيتحدى أي دوري في العالم وأي فرقة في العالم باش بالأموال ديالهم، وليس بالقدرات اللي عند أندية ديال أوروبا وداك المكونات او التكوين اللي كتكون داك اللاعبين باش يطلعوا افضل اللاعبين في العالم او من افضل اللاعبين في العالم. فالاخوان، كيف ما كتلاحظوا الدوري السعودي بالاخص الهلال السعودي، النصر السعودي، اتحاد جدة السعودي، بالخصوص هاد ثلاثه الفرق الاخوان دايرين الضجه في السعوديه، باغيين يجيبوا لاعبين متميزين من اوروبا، ماشي غير لاعبين نقولوا رائعين وعاديين، كيجيبوا اللاعبين اللي من افضل اللاعبين في العالم ككريستيانو رونالدو، هو انضم للفريق النصر السعودي. كذلك عيطوا على ميسي، لكن العرض اللي كان ما بين باريس سان جيرمان والهلال السعودي دخل بيناتهم قول تقريبا واحد العداوه ما بين ناصر الخليفي والهلال السعودي. فناصر الخليفي كذلك عنده اموال كثيره، لكن ما عارفينش حنا بالضبط المشكل اللي ما خلاش ميسي ينضم للهلال السعودي. كما كتلاحظوا كريم بنزيما في البلاصه انضم الاتحاد السعودي، مشى امام عبد الرزاق حمد الله اللاعب للمنتخب الوطني المغربي. ايضا كيف ما كنلاحظوا ياسين بونو لاعب ديال المنتخب الوطني المغربي واللي كان متالق في نادي اشبيليه الاسباني. اخوان، هادشي اللي ولينا كنشوفوا حاليا حنا كجمهور بصفه عامه ولينا كنشوفوا الدمار الشامل لهاد اللاعبين. محدنا كنقولوا كره القدم كتزيد كتطور. حاليا من دخلت السعوديه ولات باغيه تشري اي لاعب، فراه من تما ولينا كنشوفوا كره القدم غاديه في الهويه. فالاخوان، هذه راه مشكله كبيره. فنفترضوا السعوديه كتنافس مع الدوريات الكبرى، اوروبا ايضا نعطيو حنايا الانديه بصفه عامه، الانجليز، اسبانيا، ايطاليا، الى غير ذلك. نتوما ملي كتنافسوا مع الدوريات هادو مين كتاخذوا اللعابه منهم؟ ماشي نتوما كتكونوا اللاعبين ديالكم. ترى السعوديه الطريقه اللي غاديه فيها حاليا مزيان، وتقدر تدوز واحد المده تولي فرقه اللي هي من افضل الفرق في العالم، بحال دابا النصر السعودي، الهلال، الاتحاد. لكن غيجي واحد الوقت ما غيبقاوش اللاعبين يمشيو لذاك الدوري اللي هو السعودي. ونفترضوا حتى الى مشاو ما غيمشيوش عاد كيف هاد الكميه اللي مشات دابا حاليا، وهذا الشيء اللي ولينا دابا كنشوفوا هاد المهزله هذه وهذا الطمع دابا اللي طمعوا هاد اللاعبين. فالاخوان، كاين واحد الفرق كبير ما بين الدوري السعودي وما بين اوروبا. فاوروبا كتكون اللاعب، السعوديه فقط كتشري. اما بالنسبه للسعوديه راه عمرها غتكون اللعابه بحال اوروبا. غيدوز واحد المده اللاعبين غادي يعتزلوا، ما غيبقاوش اللاعبين يلعبوا بنيفو كبير. غاد الشهر الدوري السعودي غيدوز واحد المده، نفترضوا كاع الى طولوا واحد 6 سنوات او 7 سنوات كاع هي التاليه. فبالتالي النادي السعودي غطيح له واحد القيمه كبيره، ماشي قيمه سوقيه لكن في اللاعبين. كنعرفوا حنايا الدوري السعودي هو اقوى دوري عربي، عندهم لاعبين متميزين، كيكونوا لاعبين جيدين، لكن ماشي بداك المستوى ديال لاعبين اوروبا. حاليا طمعتهم بهذه الاموال، اللي هذه الاموال غادي يتحاسبوا عليها. فالصراحه هذه هي الحقيقه الاصدقاء. ما علينا حنايا نبقاو غير في نطاق كره القدم. حاليا كتطمع اللاعبين بزاف واكثر من القياس، بحال دابا نتوما شفتوا نيمار، ايضا كتشوفوا بونو، شفتوا كريم بنزيما، ايضا كريستيانو رونالدو، الى غير ذلك. ومازال غادي تقدر تزيد لاعبين. والمشكله دابا كتقلب على لاعبين اللي مازالين عاد كيتكون. دابا دايره فينيسيوس جونيور ديال ريال مدريد، وايضا حاطه على مبابي، وكذلك على من حاطه على اشرف حكيمي اللاعب ظاهر ديال المنتخب الوطني المغربي وحاليا اللي في باريس سان جيرمان. فالاخوان، هذا الشيء اللي دايره دابا حاليا السعوديه كتدمر كره القدم. هما باغي المصلحه ديال الدوري ديالهم
او كل واحد كيبغي مصلحه الفريق ديالو. وايضا داك نقول الفرق كيديروا واحد التنافسيه باش يكونوا من افضل الفرق في العالم، لكن غير كيخربقوا. فهذه هي الحقيقه الاصدقاء. فالحاجه اللي ما عجبناش حنا كمتفرجين كره القدم او كمشجعين كره القدم او اللي كنشاهدوا كره القدم، فالاصدقاء هي كنشوفوا لاعبين مازالين عاد كيتكونوا، واللاعبين مازال عندهم الوقت باش يزيدوا يتطوروا كيمشيو للنادي السعودي. فراه مشيتي للسعوديه راه عمرك غتطور، داك الساعه كتمشي تلعب على الاموال. دابا هنا فين كيبان الفرق، اللاعب اللي باغي يبان واللاعب اللي باغي يشد الفلوس او يترزق الله. فهنا كيبان كل لاعب على الحقيقه ديالو. اللي كيبغي يتكون فطبيعه الحال كيبقى في اوروبا، اما اللي كيتبع الفلوس فراه يمشي للدوري السعودي. فراه الدوري السعودي مفتوح ليه. فالدوري السعودي الاخوه من هادشي كامل كيدمر فقط اللاعبين، فلا حول ولا قوه الا بالله. فالاخوان هادشي اللي ولينا كنشوفوا راه غير مقبول. فنزيدكم الاصدقاء، فمن هادشي كامل راه اوروبا عمرها غتموت. دائما كتكون لاعبين، دائما غتبقى الفرجه والمتعه. واخا نفترضوا ما غتبقى كاع، نفترضوا تزول داك المتعه اللي كنا كنشوفوها شحال هادي، لكن ما عمرها غادي تموت. فداك المتعه وداك التكوين للاعبين فراه مازال غادي يكون. والسعوديه كتسنى غير شي لاعب اوروبي يتكون ويبان من افضل اللاعبين في العالم وتجروا لعندها. فاللاعبين او اللاعب اللي تكيفها بطبيعه الحال ما غاديش ينضم للنادي السعودي، ما غيتبعش الطمع وغادي يشوف القاب وغادي يشوف انديات اللي غادي يبينوه وايضا يبان كلاعب تاريخي في المستقبل. اما بالنسبه للاعبين اللي كتهمهم غير الفلوس فراه عارفين الطريق ديالهم. فنعطوا ياسين بونو الاخوان كيف ما كتعرفوا. ياسين بونو دابا قلت 33 سنه، حارس مرمى مغربي، حاليا جاء عرض من ريال مدريد فمن رفض، فاذا قرر يمشي للنادي السعودي. فهذا كيبقى الاختيار ديالو. فإلا كان عارف راسو ما غاديش او ما غيزيدش يقدر يبين من هنا للقدام، فطبيعه الحال غادي يتبع الطريق ديال الفلوس. فهذه هي الحقيقه. بالنسبه للاخوان نادي الاتحاد السعودي، كريم بنزيما كذلك الاخوان بنفس الطريقه. غادي نتكلموا على عبد الرزاق حمد الله الاخوان. فكيف ما كنعرفوا عبد الرزاق حمد الله الاخوان كاملين كنا دايرين عليه الضجه باش يجي للمنتخب الوطني المغربي، ما بينش شي مستوى اللي هو جيد. الصراحه المغاربه سكتوا داك الساعه وما بقاوش كيقولوا باللي عبد الرزاق حمد الله هو يستحق يكون دائما رسمي. فالاخوان غالبا عبد الرزاق حمد الله غادي يبقى ضمن قائمه المنتخب الوطني المغربي، لان حتى طريقه اللعب ديالو تبدلات بزاف. ولا الاخوان كيعطي باسات كذلك، ولا كيدريبلي. ايضا داك الثقاله وداك الوزن اللي كان فيه الاخوان حيدوا. فلاحظنا الاخوان عبد الرزاق حمد الله من جا كريم بنزيما ولا كيتنافس معاه، ولا كذلك كيلعب جناح يا ايمن يا ايسر. المهم واخا هو كيلعب راس حربه كبيتور، لكن كيعرف كيفاش يمشي الكواري، كيعرف يدريبلي. فهادشي اللي شفنا الاخوان حاليا. نتمنوا عبد الرزاق حمد الله يطور المستوى ديالو. كذلك حنا باغيين اللاعبين اللي يكونوا في المستوى جيد. فالاخوان ماشي راه اللاعبين كلهم جمعوا في الدوري السعودي راه صحابك وليد الغريري كلهم غادي يضرب عليهم. فبطبيعه الحال غيخلي اللاعبين اللي يستحقوا يلعبوا بحال دابا ياسين بونو وايضا منير المحمدي كحراس المرمى المنتخب الوطني المغربي. فبطبيعه الحال غيبقاو رسميين. ايضا الاخوان عبد الرزاق حمد الله غالبا كذلك غادي يكون ضمن قائمه المنتخب الوطني، وبعض اللاعبين وماشي كلهم، غير البعض منهم اللي مازال عندهم القدرات او الامكانيات او المستوى العالي. فوليد الكراكي غادي يشوف اللاعبين اللي مازال غادي يعتمد عليهم رسميين، واللي غادي يبدلهم وغادي يعطي فرصه للاعبين اخرين. كدابا غالبا دابا يقدر وليد الكراكي يعتمد على عبد الصمد الزلزولي في عوض سفيان بوفال في كاس افريقيا اللي جاي. فهذا الاختيار ديالي او بالنظره ديالي اللي شفت انا. فالاخوان تحياتي لكم وشكرا لكم بزاف. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.